حكم 4 ركلات جزاء ما حسبها. حرام قسما بالله العظيم حرام. والله العظيم اللعيبه اقسم بالله مش رجال، اقسم بالله حرام، مش حكام يا ناس، والله ما هي حكام. شو هذا يا رجل؟ جيبوا حكام زي العالم والناس، جيبوا حكام. كان يوم اسود يوم الفيصل يشارك سلم بس كله والله بدكم الدوري الحسين. لو كل الأندية الدوري ضد الفيصلي يقلب بايرن ميونخ. ليش؟ لأنه زعيم بلاده. خساره والله. الله يكون مباراة اليوم. بدي اقول كلمتين ورزق على الله، عمره ما راح يصير دوري اردني زي الناس. ليه شو السبب؟ شو هاي، شو الحكام هذا، شو التحكيم هذا؟ اقسم بالله انه كل الجو لازم، مش عارف شو بدي اسولف والله العظيم. اقسم بالله مو تحكيم هذا يا زلمه، اقسم بالله. يعني الحمروني ضربه بدقيقتين كرت احمر. خالد زكريا مو الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. احنا مع الفيصلي بالخساره قبل الفوز. بس ده الاتحاد الاردني جايب لي مره يحكم مباراه حساسه زي هيك. هي ضاعت الصداره. الحمد لله رب العالمين. ومش عارفين شو نقول العرسان. اول شيء دقيقه يا اخوان لو سمحتوا، اول شيء اوجه رساله بس. الحمد لله رب العالمين على كل شيء. انا بدي اوجه رساله للاتحاد الاردني. انت جايب لي مباراه اعتبارها حسم على دوري، بتفوز فيها تتصدر، ضايل لك مباراتين بتاخذ لقب دوري، جايب لي حكم اول مره اسمع فيه، حكم رايه مراه، حكم 4 ركلات جزاء ما حسبها، 4 ركلات جزاء ما حسبها، طرد اللاعب من لا شيء، طرد اللاعب من لا شيء. انا احط اللوم كله على دائره الحكام، رئيس دائره الحكام شان الله، دمرت النادي الفيصلي يا زلمه بقراراتك لايه، طردين وما خسرنا، و4 ركلات جزاء. السلام عليكم. اقسم بالله العظيم الاداء كويس 100%، اما الحكام والله لعبوا دورهم. اليوم الاداء كان مرضي جماهير الفيصل. نعم موجود، نعم موجود. الاداء 8 لعيبه 100%، بس شو السبب؟ السبب الحكم. طب على ايش؟ طب شو ما ليش احمر ويلغي اهداف؟ شو في طيب شو في احمرين على ايش؟ خلص نقول بدي اقول مبروك الحسين، اقول مبروك. سيدي هارد لك وان شاء الله خير بالجهات باذن الله. خلص الحمد لله رب العالمين. بس اقسم بالله العظيم اللي قاطع 15 سنه انا ما رجعني الا الولد هذا. الله يخلي لك اياه، الله يخلي لك. والله العظيم هذا رجعني. انت ربيته حب الفيصل بس خلص سلامتك. والله رجعت عشانه ويعطيك العافيه اخوي. اول شيء كان الاداء مرضي من اللاعبين، ولكن الله لا يوفقه الحكم طرد منا لاعبين. الطرد الاول ما كان صحيح، والطرد الثاني طرد خالد زكريا انه اللاعب وقعه واحتج الحكم على الطرد الثاني، فوالله انه حرام. ولسه الدوري بين ايدينا ولسه نقدر نعمل شيء. مباراة زي هاي بقوة المباراة هاي بتجيب لي بنت تتحكم لا عندها ردة فعل، لا تعرف تحكم ولا عندها شيء. الحكم اللي جوا مهزوز كثير، الله اعلم. انا ما اقدر احط بذمتي انه مدفوع له، بس واضحة 3 ضربات جزاء للفيصل اللي راحت تمام. والشغل لسه شغل الحسين انه للحكام واضح ومبين. يعني اليوم يجوز انتم شفتوا قديش الفيصل له ضربة جزاء وراح، واحنا نقول لا، بدنا نقول كلمتنا الدوري للفيصلي راح يظل للفيصل. عدوا اللعيبه ما شاء الله عنهم، بس الحكام الله ليس يعطيك الف عافيه. اظن نحكي الحكي هذا للجمهور كله طبعا يا اخوان. والله لو يلعب ميسي بالفيصلي الاتحاد الاردني ما بده الفيصلي، ما بده ايانا نلعب، ما بده يعطينا بطولات. حرمونا من بطوله السله وهي بده يحرمونا من كره القدم. والله يعطيكم العافيه وهارد لك للفيصلي. اول شيء تحكيم، بتجيب بنت بتحكم عن مباراة شباب يا زلمه، مباراة قوة. هاي بتجيب البنت مش واصلة اللاعب، مش واصليته للاعب، اللاعب مسفح عنها وهي لسه بتلحق وراه. ثاني شيء حكم الساحة أي حدا بيحكي معه بيطلعها الكرت وبيطلع. في قوانين، في أنظمة ارجع لها عمي. هذا والله وهي يما تحاسب عليه انه عمي الاتحاد كله ما بده الفيصلي، لا بده اياه في السله، لا بده اياه في قدم، ولا بده اياه في شيء. يعني خفوا على الفيصلي، مش حكي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هارد لك للجمهور فقط، اللعيبه ولا لاعب زلمه بالملعب. وهي مباراه مهمه، بتجيب حكام قد هاي المباراه. اولا اذا بدك كله تحكيم تظلوا زي هيك والله على الفاضي، مبينه ويعني مبينه زي يعني مبينه بدهم الدوري الحسين. انتوا بدكم الدوري الحسين، انتوا اعلام كله والله بدكم الدوري الحسين.
لو ما بدكم تدوروا للحسين ما كان يجي ابو حكم، لو ما بدكم تدوروا للحسين ما بلنتيين بالملعب ضيعوه وما اعطونا اياها، ما بدك بتدور للحسين ليش مرتين تسلل؟ وين صلي على النبي؟ والله العظيم اقسم بالله مش رجال، احنا مشكلتنا هسه بالاداره، احنا لازم تطير الاداره وتغير كل. ابو شقره يعطيك العافيه. انا والله عتبي مش على اللعيبه، والله عتبي على الجمهور. فريقك ظل 3 مباريات، ليش ما تجي تحضر؟ هذا واحد. اثنين، كل الأندية الدوري ضد الفيصلي يقلب بايرن ميونخ، ليش؟ لأنه زعيم بلاده. هذا زعيم بلاد، شو ما صار بالدنيا هذا زعيم بلاد. انتهى النقاش. قسما بالله العظيم انه حرام اللي بصير بينا. يعني لا يعني مش انا والله ما عارف شو بدي احكي. الحين يفهم صوتنا راح. يعني والله العظيم اقسم بالله العظيم انا مش عارف شو بدي احكي. وانتهى الكلام كله. خلص خلينا على السله. قسما بالله العظيم على السله انها هي اللي بتفرعنا. حرام قسما بالله العظيم حرام. مبروك للاهلي الهبوط، مبروك الهبوط، بيستاهلوا. كل فريق بعد الفيصلي ان شاء الله يهبط كله شخص بعد الفيصلي يهبط. والله يضل هو من الاهلي ها ما قطع حاله، وصلت قطع حاله. كاس العالم والناس جيبوا حكام. الفيصلي لعب وب10 لاعبين، لكن منتخب راح يلعب بكاس العالم حرام ما بيفعل. انت قاعد تضيع يعني مجهود لاعبين، مجهود شعب، قاعد تضيع مجهود شعب كامل، شعب الفيصلي كامل. حرام يعني انت قاعد منتخبك يلعب كاس العالم، منتخبنا راح يلعب كاس العالم في ما فيش فار يا زلمه، ما في فار على الحكام. لا يا عم اللعيبه ما قصرت، اللعيبه لا الفيصلي لعب صح، الفيصلي لعب فار مشان الله فار بكفي خلص بكفي عن جد بكفي. والله العظيم مهزله اقسم بالله حرام. مش حكام يا ناس والله ما هي حكام. شو هذا يا رجل؟ شو هذا؟ ما ظل والله ما ظل بينا حيل يا زلمه. مبارك اللي ياخذ الدوري حبيبي ابو شريف. طنبح وحياة الله مش قادر احكي. جايب لي اول شيء حكم بنت وجولين تسلل وكمان 3 ركلات جزاء مش محسوبه. الحكم قاعد بغاوت. هي والله رايح والله لاجل الزعيم. وطن لا يخان. بس الف مبروك للحسين والله يستاهلوا. ما عندنا لعيبه تلعب للنادي الصراحه. انا رايح جايب علم ولا صوت البح. جايب لي بنت تحكم. خليها تلحق اللعب، خليها تشوف بعينيها. شو رايك بالمباراه؟ بس اشجع الفيصلي، ما بيخسر بس جايب لي حكام زي هيك خساره. الحكام الاردني يقول لك شو اسمه حكام اعلى من مستوى الدوري الاردني. اول شيء مش عتبي عليه، عتبي على لعيبه النادي الفيصلي اللي ما تلعب بروح. نادي شو اسمه ينافس على الدوري، ما في عنده مهاجم. يعطيكم العافيه. لا وغلا كيفك ابو شرف؟ طول عمرك. رايك مباراه اليوم؟ بص انا اقول لك حاجه واحده، اللي اثر على المباراه هو طرد الحمروني قولا واحدا. انا متسيد الشوط الاول، احرزت الهدف الاول ماشي، جالي ركله جزاء، متفق معاك. اي لاعب في العالم بيضيع، انا مش هحط الدنيا على احمد العرسان ماشي. انت ضيعت المباراه اللي فاتت، مش بقى ابو كشك ما يقولوش شوط، معلش. امين الشناينه مسك شوط، وبقى اللاعب اللي هو عامل لي انيستا افضل لاعب على الكوكب الكابتن خالد زكريا. كرة بكرة القدم بالعقل عشان خاطر المولى. سلم واستلم، اجاجون بيسلم ويستلم. انيستا بس اللي في نص الملعب هو اللي بيمرقص، هو اللي بيشوط، هو اللي بيعمل. يا كابتن خالد عشان خاطر المولى عز وجل باصي يا رجل ماشي. انا جبت الجون اللي جه في الدقيقة 95 ده كفيل يوصلني اسيا. الجون اللي انا بعترض عليه كفيل يوصلني اسيا. شكرا اللعيبه، انا مش هقول لك اللعيبه ومش كذا، لا شكرا اللعيبه. عندي طردين يأثروا، مش ده يأثروا على ريال مدريد. لو بتلعب مع فريق درجه تانية، شفت ريال مدريد بيخسر من فرق ايه عندي طردين. شكرا للعيبه، وبرجع اقولها لك شكرا للعيبه. انا لسه الله اعلم في شباب الاردن هيقابل الحسين، ماليش دخل بالسرحان. ممكن
ممكن لسه فيها، ممكن شباب الاردن يعطل يعطل الحسين. فاحنا اللي احنا بنقدر نقوله انا وصلت اسيا والحمد لله انني بالتعادل ده هو، التعادل ده هو لو ما وصلنيش لدوري هيوصلني لاسيا. ده اللي انا بلعب عليه بقالي 100 سنه، بقالي 3 سنين ما بروحش اسيا. جبت هدف كابتن احمد العرسان، لعبت. بس انت يا كابتن احمد خلاص هي مش ماشيه معاك بقى لها 4-5 ماتشات. ما تصممش. كره القدم بالعقل، كره القدم بتتلعب ناس فاهماها، ناس عقل. بضلك معاك اقوم سايبها الامين الشناينه، ما هو مسكها، سيبها له يا عم، ما يمكن امين يحطها. بس انا مش جاي اخد لقطه، مش اي لاعب يا فرحتها تحط الجون وتيجي تحتفل مع الجمهور. لا انا مش عايز الاحتفال، انا عايز دوري، انا عايز اكسب، انا عايز لعيبه. شكرا هادي الحوراني، شكرا شكرا شكرا. بيدافع، بيهاجم، بيلعب، ما عندوش كل كرة تلاقيه فيها، كل كرة تلاقيه فيه. لكن انا اللي اقدر اقوله ادارتنا الله يعطيك العافية. يعني انا مش عايز اتكلم على الادارة، تركت كرة القدم وراحت للسلة. انا بقول لك كان يوم اسود يوم ما الفيصل شارك سلة بس. الله يسعدك يا ابني. بس بنسأل الاتحاد كرة القدم شو بده بالفيصلي؟ بس يا الاتحاد ليش بتحارب الفيصلي يا اتحاد كرة القدم؟ بس هذا السؤال. موجودين، لا تدور ليش؟ بس شكرا لك. الوضع جاي من العقبة 7 ساعات اخذت طريق باص، تمام؟ جيت بس الفيصلي ما صار، الفيصلي انا بشكرش حدا ولا حدا، مش شكرا لاي شيء، شكرا للجمهور وشكرا لواحد بس هو الفيصلاوي، هو ابو طربوش، كل الاحترام له، هو اللي خلانا نيجي وخسرنا الخساره. يا ريتنا جينا وضلينا بالدور. يعني منيح لعبنا، بس يعني انه هم خسروا من الوحدات 6. يعني المفروض احنا نخسرهم. اذا انه خسروا من الوحدات 6 المفروض نخسرهم. الدوري طار، صعب نرجع للدوري.